السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ بارك الله عليك. في صوت إخواني الكرام؟ بارك الله عليكم، شكرا جزيل. أخي الفاضل، والله الشيعة لو عندهم عقول لما بقوا الشيعة يعبدون الأوثان، يعبدون القبور من دون الله، يعبدون الموتى، يعبدون الذي لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، صنم. ما فرقهم مع المعممين؟ ما فرقهم مع عبدة الأصنام في الجاهلية؟ ثاني شيء، إذا كان الدين باللطم والتطبير أو هذا من شعائر الدين، أنا سألت أكبر معمم بهم محمد الكرمي، آية الله العظمى الشيخ محمد الكرمي، سألته والله عفوي، ما سألت يعني متعمد بها أو شيء، سألت عن اللطم، قال نعم يا بني هكذا نرهب الأعداء. يعني يطبر بروحه، يدق على نفسه. لا يا أخي والله لست كذاب ولا مفتري، أقسم برب الكعبة، أقسم بالذي خلقني وخلقك. ليش أكذب عليك؟ ليش أطلبك؟ احنا كلنا وراء الشاشة، لا تعرفني ولا أعرفك. أخي الفاضل، والله العظيم علماء الشيعة أنا سألت أكبر واحد بهم عندنا هناك بالقطر، رد علي نعم هكذا نهرب الأعداء. إذا كان عندكم التطبير واللطم دين، وانتم بتلطمون على الحسين أبو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سلام الله عليه 40 يوم، ليش ما تلطمون على محمد بن عبد الله خير من وطأ الحصى، خير البرية، سيد الرسل 4 أيام، ليش ما تلطمون عليه 4 أيام؟ ليش ما تلطمون على علي رضي الله عنه وارضاه أو سلام الله عليه كما تقولون أنتم يومين؟ أليس علي أفضل من الحسين؟ أليس محمد بن عبد الله أفضل من علي والحسن والحسين؟ ليش ما تلطمون عليهم؟ ليش؟ وليش لطمكم على فئة خاصة؟ ليش ما تلطمون على جعفر الطيار شهيد، وعم علي يد الحسين، عفوا أخو علي بن أبي طالب، عم الحسين وعم الحسن وابن عم الرسول؟ وليش ما تلطمون على حمزة بن عبد المطلب جد الحسين؟ ليش؟ يعني لطمكم على أشخاص خاصين وعلى فئة خاصة، وما تعرفون الحسين إلا يوم 10 بعاشوراء فقط، حياته وتضحياته ونضاله وجهاده وزهده وعبادته، ما تعرفون منه إلا يوم واحد، يوم 10 فقط، أو 10 أيام خلينا نقولها، من أول محرم إلى يوم 10 اللي استشهد فيه رضي الله عن الحسين. ليش ليش هذا والله العظيم أنتم جهلاء وما تدرون برواحكم. أنا ما عندي شك وريب على أن الشيعة يحبون أهل البيت، وأنا كنت واحد منهم، أنا كنت واحد من عندكم، نموت على أهل البيت، لكن هكذا أمرنا أهل البيت؟ هكذا فعلوا أهل البيت؟ أعطونا واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم عمل هذا العمل اللي أنتم تعملونه بالتطمير والزنوج وهذه الأعلام والسلاسل والزحف على البطون وأكل التراب، وإذا زرت القبر ترجع على ظهرك ما تسميه بغير شيء. هكذا فعلوا أهل البيت. ما جاءكم به الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا أمرنا رسول الله. أليس رسول الله استشهدوا عمه وابن عمه وابن عمته وقرايبه وأصدقائه وأحبابه؟ ماذا فعل رسول الله؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثاني شيء، والله العظيم ما عندنا شك وريب على أن الحسن والحسين في الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تبكون على واحد بالجنة منعم؟ تبكون عليه لكونه داخل الجنة؟
إذا عمله كان طيب اعملوا مثله، صيروا مثل الحسين. أنتم العبيد تحكم عليكم، العبيد الأنذال تحكم عليكم. لا لا أخي، أنا ماني إيراني، أنا أحوازي محتلة من قبل إيران، بلدي محتل من قبل إيران، ولا يشرفني أكون إيراني رافضي. أنا الحمد لله مسلم عربي من بنو هاشم علوي، بلدي محتل من قبل إيران، وإن شاء الله ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة. احنا قاعدين نحرر بلدنا إن شاء الله من الطغاة. إخوتي في الله، أيها الشيعة الكرام، أيها العرب الشرفاء، والله ما عندي شك وريب أنتم تحبون أهل البيت، لكن انظروا لأهل البيت، أخلاق أهل البيت، سجايا أهل البيت. أهل البيت مو اللي يوصفونهم لكم العجب، مرة يسوون خروف انباع، ومرة يسوون خروف ويمسحون على قرونه. لا، بشر محترمين، سادة بمعنى الكلمة، علماء، أدباء، فلاسفة، أشراف. صيروا مثلهم، لا تخلون السيستاني الأطرم الأخرس يحكم عليكم، لا تخلون هذول اللي والله ما أعرف شلون شكولهم يحكمون عليكم. عيب عليكم، يأخذون أعراضكم وأموالكم وأنتم صاغرون، يلطماك ويوكلك تراب ويروح لندن يعالج. قسم برب الكعبة احنا كنا لما نتمرض، أي واحد من عندنا الله يرحم والدتي شيعية مثلكم، تحط لنا التربة بصحن بماي، تموع التربة وتدهن بها دهن، مو بس ناكل منها طلي، ادهن قصتك يمه بتربة الحسين، راسه وظهره وبدنه يدهنون بطين تربة الحسين حتى يطيب، يطلون بها. والله العظيم هذا العمل عملوا فينا، وكلتونا تراب، خليتونا نزحف، لطمتونا، بس بعد بس يا اخوان، العقل نعمة والله العظيم، وحق رب الكعبة هذا الكلام اللي قلتكم به طالع من قلب محترج عليكم. أنا آسف على أم وأبوي، راحوا مظلومين، ضحكوا عليهم الملالم، كرموا السامع وخلوهم يرحون الجهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الشرك الله ما يقبله أبدا. ولقمان كان يكلم ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا قلت يا الله ويا محمد ويا علي سويت ثلاثة. أدعو الله وحده لا تشرك به شيئا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله العظيم أكلنا تراب طين لما ما قلنا بس، ولطمنا وزحفنا لما ما قلنا بس، وكسحنا تراب على رؤوسنا لما ما قلنا بس. ما كنا ندري هذا حرام، ما ادري بيه ضلال. اخواني ايها العقلاء، ايها الشرفاء من الشيعة، والله ندري بكم تحبون اهل البيت، لكن هذا منافي لاهل البيت. اهل البيت اذا امرونا بشيء لازم نطيعه. الحسين وصى اهله واصحابه، يعني وصى عيلته، خواته، ازواجه، بناته، وصاهم بالوصيه: يا زينب ويا ام كلثوم ويا رقيه ويا عاتكه ويا صفيه ويا رباب ويا سكينه ويا فاطمه، الى ان انا قتلت فلا تشقن علي جيباه ولا تخمشن علي خداه ولا تقولن علي بالويل والسبور وانتم تمشون على الجمر كالمخابيل. هذا مخالف كلام الحسين ولا موافق؟ والله بعقلك بالله عليك. ثاني شيء هذا الخمس الضريبة اللي ياخذونها منك وانت صاغر 20%، امشي مثلك ولا قال لك زكي 2.5%، وشرح لك الزكاة شنو هي؟ كم مرة جاية بالقرآن؟ 124 مرة الزكاة جاية بالقرآن، والخمس مرتين. ياخذ الخمس منك وانت صاغر
السرقة حرام ويقول لك خمسها مرتين يصير حلال عليك مرتين.